طريقا ذا شوك. انا هنا اهو عايز اطلع على عتبه المسجد، دلوقتي اطلع جري عادي، ما ابصش تحت، ايه يا استاذ فلان، اروح جاي له جري كده وحاطه وبتاع وانا ماشي عادي وبجري عادي خالص. طب لو انا بطلع جبنه طمين كوبايات من دي وتكسروا في سكتي، اطلع ازاي؟ ها؟ اطلع زي ما معلش. راح يقول المثل قال هل اخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ الحاجه اهو يا اما تنجح وترتفع يا اما تعدي سالم. طب عشان تعدي سالم خد بالك بقى. قال شمرت واجتهدت. قال فتلكم التقوى. كانت ناس فاهمه قوي يا اخي. مش التقوى على فوق تعليق كتير، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، حلو الكلام. بس احنا برضه التقوى ان انت تبقى عايش الدنيا مفتح قلبك واخد حظك من النفس والدنيا والهوى والشيطان والصحبه الفاسده والذنوب والمعاصي. التقوى تقوى ان انت تبقى داخل الله كده عينك على حدك، حد هدفك عينك. يا جماعه يقول لك اي حد قناص، مش اي حد يشتغل قناص. ربنا يبارك يا رب ويعرف لي جاي. ربنا يبارك بس ويدبر لنا الامر ويفتح لنا الباب. وامرنا في الله العظيم ان يشفي صدور قوم المؤمنين برؤوس اليهود الكافرين. ليس رايحه كده ان شاء الله. يقول لك مش حد يشتغل قناص، قناص ده يروح يدور انت شكلك قناص، احس كده قناص. ايه قناص؟ قناص ده مش هقول لك ايه، انا عايزك ايه تيجي في الجثه اللي هناك دي عادي هجيبها كده. عارف انت نشر على العمود ده، ما عادي، ما هو العمود ده والعمود. قناص يقول لك انا عايزك تجيبها في النهايه، ولو ما جابهاش ما يبقاش قناص. عايز واحد داخل قناص زي ربيعه بن كعب. قلت لك قال له اسالني، قال له انت مرافقتك، اختار الكوكب بالدور، مرافقتك يا رسول الجنه. عكاشه قال له انا منهم، قال له انت منهم. الثاني بعد ثانيه قال له لا سبب. الثالث قال له انا ابيعتك عشان اقاتل فارمى بسهم ها هنا. طب ها هنا ما ينفعش؟ لا. طب ها هنا ما ينفعش؟ قال لك يا اخي ما ينفعش. انا عايز اجي ربنا وانا متمثل بجثتي علشان اقول له فيك يا رب. لا ما نجحش انا برضه في مقام تاني. يا رب انا عايز واحد يا رب اقتله وقت ده ويجمعوا عليا ياكلوا بطني ويشبعوا انفي ويقطعوا راسي حتى اتيك يوم القيامه وتقول وانت لي اعلم من الذي صنع بك هذا؟ اقول فيك يا رب. انا داخل قناص، انا صايم للفردوس، انا صايم للعتق، وعجلت اليك رب لترضى علشان احصل التقوى. فخد بالك بقى من كل حاجه، خد بالك من الكلمه. هو يبقى الازاز اهو، الازاز كتير في رمضان، الازاز كتير. الازاز ايه ده ديناميت، ده نايمين على الاسفلت دلوقتي علشان يخلص الخطه البرامجيه من الافلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج والانفئات والكاميرات الخفيات المنيلات عشان يسرق منك دين. عشان يجي العيد اعتق الناس الا انت، بلغ الناس الا انت. واخد بالك؟ عامل بقى برنامج هنعمل ايه؟ هنقوم امتى ولا امتى ونتاكد امتى ونتصحى امتى ونروح الشغل امتى ونرجع الشغل نعمل ايه؟ وقبل الشغل نعمل ايه؟ وفي الشغل لو في بريك ولا حاجه اعمل فيها ايه؟ حلو. والمترو لما اركب ساعتين المترو ما عملتوش كده اعمل ايه؟ وقبل ما انا اعمل اول ما انا وهعمل قد ايه؟ واعتكف فين ومع مين وليه؟ هندس دينك. ما عندكش اكتر من دي. احنا هنا مهلك، لكن الحياه وان الدار الاخره هي الحيوان. يا ليتني قدمت فعايز واحد محدد هدفه التقوى. يبقى التقوى كل حاجه. مفيش وقت، مفيش وقت مش هتقدر تغمض عينيك. رمضانك عندنا عمي، رمضانك في مكان تاني. خلي واحد انت مسلسل عامل مسلسل
اجري، انا ما عنديش وقت. راسك بالله تشتغل تحت شهادة الله. فالحراميه كتير برضه طبعا بدات النظام والاربعين حرامي 30 حرامي جبتهم لك بالتفصيل. ما ينفعش نكتب في رمضان مفيش وقت. ده ربنا قال اياما معدودات وانت عرفت وجربت جاء اليوم صح؟ 1 رمضان 7 رمضان 12 رمضان 19 رمضان 25 رمضان. بعد ذلك عايزين بس نوصل العربيات يا جماعه عشان نوصل العيد. صلاه العيد خلص. يا جماعه والله بجد انا لما بفتح فيس في 10 دقايق والاقي الناس بتهني وتعيد انا ببكي. يا رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، فالرقبة بعد لم تعتق، والخير لم يدرك، والله ما زال علينا يغضب. يا رمضان ترفق، عسى من ضعيف الرب يلحق. يا رمضان خلص اياما. فما فيش وقت للكلام ده، مفيش وقت لكتر النت، مفيش وقت للدورات الرمضانيه، مفيش وقت للتلفزيون، مفيش وقت للعزومات. عشان نعزم قبليها يا عم. النهارده الحمد لله قررنا قبل الله من اسبوعين ان الحفله الكبيره اللي هنكرم فيها كل الناس ان شاء الله باذن الله هتبقى بعد رمضان. مفيش وقت عشان اعلم الامتحانات دي كلها، ولسه في اختبارات الثقافي، المسابقه العلميه للرجال في رمضان، والمسابقه العلميه للنساء في رمضان هتوزع عليكم ان شاء الله الحد اللي جاي. اللقاء اللي جاي هيبقى يوم الحد اللي جاي، هيبقى اخر لقاء ان شاء الله. الحد اللي جاي في السنه الاسبوع بس عندي هتبقى هتوزع عليكم الحد اللي جاي، وبعد كده نتكلم بقى في كده ان شاء الله. شايف الكلام؟ مفيش وقت. مش وقت النوم 9 ساعات و10 ساعات، مفيش وقت. مفيش وقت لكتر الزيارات والعزومات. عشان اقعد 4 ايام حابسها في المطبخ، منهم يومين بتجيب الكبار. دلوقتي بقى ايه؟ عشان ما يقولوا احنا بنعمل كذا عشان ما يتقالش. هتلاقي خلاص في البطاريه ضعيفه بتاعت امي. عازم امك عشان عشان اخوك لما عزم امك كانت عامله مرات عامله وانا هوريك بقى هعمل ايه عشان ما يقولوش، عشان الناس. طب شوف حد كده ممكن يقعد معاك لحظه فتره وبعد كده بعمل حساب. مش وقت عزومات، مش وقت خروجات، مش وقت الادارات الرمضانيه، مش وقت الماتش الجبار بتاع مش عارف ايه اللي هنقعد بقى. مش وقت حتى نمسك العيد وتحت العيد. مش وقت انزل دلوقتي ولا هو اللي احنا قلنا قبل رمضان بدعه. في امام قال لك حرام ان تشتروا بلبس عيد ولا يا عم لا. ومش لازم تحت العيد نقعد 10 وقت بنشتري وبنخبز وبنعمل تحت العيد بس. الناس بتطلع ليلة القدر بإيديك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل، ليل من غير عبادة الميت، وأيقظ أهله. مش لوحدي. أنت لو شفت الإسلام وعديت مع ربنا وسايب أهل بيتك يضروك وتبقى من أفسد الناس، خدها مع الذين قتلوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. مفيش وقت. وشد المئزر. شد المئزر ايه؟ كنايه عن اعتزال النساء. لو هو اللي كان الزوجه حرام في ليل رمضان لا يا عم مباح. مفيش وقت حتى للتوسع في المباح. خدت بالك؟ مفيش وقت. انا عايز قناص في رمضان، قناص عايز دي. مفيش وقت. مفيش وقت كتر المكالمات. انا بتبقى فلان عايز اكلمه بس ده بيقعد يتكلم ساعه وربع. واسكت واقفل ويفتح واجيب يفتح. طب اعمل اقفلها في وشه. طبعا مش وقت كتر المكالمات ولا الزيارات ولا العزومات ولا الخروجات. ماشي مفيش وقت. مفيش وقت حتى لكتر الطعام. من اكل كثيرا نام كثيرا كسل كثيرا فرط كثيرا فينتهي يوم القيامه اجرا عظيما وخيرا كثيرا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. كلوا من طيبات ما رزقناكم، كل ولا تطغوا فيه. الوزن ايه؟ مين يكمل؟ فيحل عليكم غضبي. حضرتك لو تأكدت في الاكل
كده ربنا يغضب؟ ليه؟ لانك هتقعد مش هتشتغل. رمضان طوارئ يا جماعه، عايزين الناس تشتغل. فاعرف كل الاعمال لان ده اللي يجيبك، ده اللي يجيبك. اجل الصيام، اجل القيام، اجل الذكر، اجل القران، اجل الاعتكاف، اجل الدعاء، اجل الذكر، اجل التبتل، اجل الاعتكاف، اجل العمره. ليه انا ما بعملش عمره في رمضان؟ والله العيد الله معيش فلوس. ومين قال انت بتروح بالفلوس؟ هات لي واحد حج وكان هو رايح بس بالفلوس، لا والله. وأذن في الناس بالحج بإيه؟ بالله. ولو أنت سفير الحج، لو أنت رئيس بعثة الحج، أنت رحت بالله. جننا الاعتكاف اللي فات. الراجل عمل فيديو قال لك يا جماعة، كنا معتكفين يوم عرفة. قال لك يا جماعة أنا قاعد الساعة 2 اللي بعد ناقص كام ساعة ويأذن فجر عرفة. وأنا زمان مساعد. فرحت فاتح ابلكيشن كده، فلقيت طياره هتطلع بعد ساعتين. وواحد اعتذر قول لي ينفع ما ينفعش؟ انا كان بيقسم وهو بيبكي كده. رحت حاجز ورحت دافع. راحت جايه التاشيره والوقت، يلا رحت لميته، رحت جاري، رحت رايح. وكان بيسابق راح متصور صوره من على عرفات اللوز. يقولوا له يا عم انت ان شاء الله ربنا يكرمك تفتح الباب وتروح الحج السنه الجايه. هو قال الحج دلوقتي. كانت مراته مش عارف عبد الله ولا مين ما تعرفش ايه ده؟ الله بس. وانا لو كده كنت فعلا كل واحد مننا عنده قصه وحكايه وروايه تذهب العقل بقدره الرب. اصدق واسكت. قالوا ما صدق الله عبدا الا اعتله. بس ودي كانت معانا. مفيش سي بناخده ولا في موضوع تحاول اسمه تعليم. مفيش. اصدق والله عز وجل يبارك في كل كلمه وفي كل خطوه. اللي رضاك ب 10 ساعات نوم يرضيك بساعتين وانت مجرد لما كنت مزنوق في حياتك بتحضر ماجستير ولا دكتوراه وعندك امتحانات ولا عندك شغل وبراتي والدنيا مقفوله والشركه مستعجله على الطلبيه فقال لك هنطبق ونص الليل بالنهار. انت جربت لما انت بتحدد هدفك بتطحن واحد السن. اسمعي عند ربنا وتحت ربنا بنبقى كشوات. قال عليه السلام اني لا اشتهي ان يكون حتى يشتهي صلبي. قال الاخر اني لا اشتهي ان اكون حتى لا استطيع ان اكون. وربنا لك اهو وعزتي وجلالي. قال وعزتي وجلالي ان من خافني في الدنيا لا اشبع لعبدي خوفين ولا امنين. كما عند الترمذي لا اشبع لعبدي خوفين ولا امنين فان خافني في الدنيا امنته يوم اشبع لعبدي وإن أمنني في الدنيا أخذته يوم أشهر. ما سمعناش. الواحد من كتر الصيام مات، من كتر القيام انشل، ما سمعناش. واحد من كتر السجود مات، ما سمعناش. سمعنا واحد من كتر المعاصي. سيدنا الشيخ سمع العظيم رحمه الله. الشيخ عاش ختم بس جامعة بس بالناس 2004 بالناس. ده بالختمات الوقت. ده غير التلاوه، ده غير التعديل، ده غير الشغل العلمي ولا الاشراف على سبيل الماجستير والدعوه في الجامعه وي وكان اصح لنا كده. لما ده مات ودفناه قلت لعله استراح الى الان. صح؟ بس فقلل من نومك ولهمك وادخر راحتك لقبرك فبين يديك ليلة طويلة تمكثها في قبرك صبحها يوم القيامة. لكن شتان اللي يرفع مجاديل القبر يلاقي القرآن مستنيه. ما تتعبش، ما تحزنش، ما تقفش.
ما تبكيش، ما تتخرجش. انا صاحبك وشتان اللي يرفع مناديل القبر يطلع مشتوه مستغرب ماشي. فاذا هم قدام عندي فاذا هو نفخ في الصور فصاعق. ايه معنى صاعق ده يا حاج احمد؟ صعقه. فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. يخرج عليها ممن شاء الله. فاذا هم قيام ينظرون. ايه ده؟ انت تقول واحد نايم 2000 سنه ونعم او معذب يقوم عامل ازاي؟ لمكان جديد. الله ما شاء الله عفراء جدال لا معنى بلا. مفيش معمول فيها، مفيش حجر، مفيش شجر، مفيش قلم السحاب، كل ارض بيضاء نقيه. فقايم كده فجاه شال ذنوبه يروح واخد على قفاه في ظهره من الملائكه. امشي. جبتها من هذا يا عم الشيخ؟ جبتها منين؟ قال الله عز وجل يوم يدعون الى نار جهنم دعا. الدعاء الدافع الشديد. يلا